رودريجو اول ضحيه لكيليان امبابي في ريال مدريد بعد تصريحاته المستفزه. البرازيلي عرف غلطته واعتذر لجماهير الميرينجي، بس هل ده كافي؟ عرف رودريجو الخطا اللي وقع فيه بالتصريحات اللي ادلى بيها قبل نهائي دوري ابطال اوروبا، واللي ازعجت الوسط المدريدي جدا بعد ما اتكلم عن رحيله وان النادي ده هو افضل نادي في العالم. انت ازاي بتقول على نادي تاني افضل نادي في العالم وانت في ريال مدريد؟ وقال انه ممكن يرحل عن الميرينجي وان اقوى فريق في العالم هو مانشستر سيتي. حتى لو ده صح يا سيدي، بس ما ينفعش تقول كده وانت في ريال مدريد. ده غير ان كل الاخبار والتقارير في الفتره الاخيره بتؤكد انه اول ضحيه لكيليان امبابي بعد قدومه الى ريال مدريد. وعلى فكره اللاعب حاسس بكده جدا، يا اما هيقعد دكه يا اما هيرحل. فاجرى البرازيلي مقابله بعد التتويج بدوري ابطال اوروبا واوضح فيها تصريحاته وقال: لم اكن اعني ما توردته وسائل الاعلام، لقد سئلت عن ان كنت سابقى في الريال واجبت باني لدي عقد، وكنت اقصد وقتها اني سعيد في النادي. فهل بعد قدوم امبابي هيوافق رودريجو انه يكون بديل دائم في الدكه ولا لا؟ رساله كريستيانو رونالدو لامبابي بعد انتقاله الى ريال مدريد. الاول خلينا اقول لك ازاي امبابي اعلن عن انتقاله الى ريال مدريد، واللي بناء عليه جاء رد كريستيانو رونالدو. ما هو كريستيانو يعني مش هيرد على كل صفقه هتروح الريال، بس كيليان امبابي عمل حاجه صايعه جدا وهي اللي خلت رونالدو يرد عليه بالكلام الحلو ده. اعلن امبابي عن انتقاله الى ريال مدريد بانه مسح على حسابه على الانستجرام اسم باريس سان جيرمان وكتب بداله ريال مدريد، ونزل منشور فيه صوره وهو صغير مع كريستيانو رونالدو. تخيل الصوره في اول ساعتين بس جابت ملايين من التفاعلات، اكتر صوره عليها تفاعل بين كل صور امبابي نفسه علشان بس نزل صورته مع الاسطوره كريستيانو رونالدو. تخيل في اهم واعظم لحظه في حياه امبابي ما نسيش قدوته كريستيانو رونالدو وكتب عليها: الحلم اصبح حقيقه، سعيد جدا وفخور بكوني جزءا من نادي احلامي ريال مدريد. قام الدون كريستيانو رونالدو معلق له على الصوره دي: حان دوري الان لاشاهدك وانت تضيء البرنابيو. ابسط يا عم امبابي، انت كده دخلت التاريخ. فتفتكر كيليان امبابي ممكن يكون خليفه رونالدو في ريال مدريد ولا لا؟ تفتكر مين صاحب الصوره دي اللي احتفل بيه كيليان امبابي؟ لفته انسانيه من كيليان امبابي بعد هدفه مع منتخب فرنسا، احتفاليه استثنائيه من نجم ريال مدريد. شفت، بقينا بنقول نجم ريال مدريد رسميا اهو. الف مبروك يا مدريديستا. دي كارثه وحلت على الدوري الاسباني، ومش الدوري الاسباني وبس، دي اوروبا كلها. اثار كيليان امبابي جدل واسع باحتفاليته المميزه بعد تسجيل هدفه خلال فوز منتخب فرنسا وديا على منتخب لوكسمبورج 3-0 ضمن الاستعدادات النهائيه اليورو 2024. واحرز امبابي هدف فرنسا الثالث في المباراه بالدقيقه 86. بعد كده رفع قميصه للكشف عن صوره هذا الشخص اللي اشار اليه ده وبدا عليه علامات الحزن. انتشرت اللقطه ابو الكباتن بشكل واسع على السوشيال ميديا، وتساءلت الجماهير عن صاحب الصوره علشان تؤكد تقارير صحفيه ان هو صديقه اليكس اللي توفى مؤخرا. فتفتكر يا ابو الكباتن امبابي قادر يتوج باليورو ولا صعب؟ هو ريال مدريد لحق يفرح بصفقه امبابي لما هيروحوا يتعاقدوا مع الفونسو ديفيز؟ لا لا لا، كده كتير يا جدعان. انت يا عم بريز، انت عاوز تعمل ايه في كره القدم؟ ده انت كده بقى بتتحكم في اللعبه يا راجل. ده الفريق اللي كله مرشح بالون دور ده. طب يعني بالراحه شويه يا اخي، اخزي العين علشان الجار حتى برشلونه اللي مش لاقيين ياكلوا دول. صرح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق ان ريال مدريد لا يزال يعمل على صفقه الفونسو ديفيز، حيث جرت اتصالات جديده هذا الاسبوع. بريز ما بيضيعش وقت ابو الكباتن، دماغ شغاله ما بينامش. في نفس الاسبوع ياخد دوري الابطال ويتعاقد مع امبابي وبيشوف صفقه جديده. بص هجيبها لك من الاخر علشان ابسط لك الامور. الفونسو ديفيز دلوقتي قدامه عرضين: عرض تجديد من بايرن ميونخ وعرض الانتقال الى ريال مدريد، واللاعب مرحب جدا انه يكون في ريال مدريد. هتقول لي ما الدنيا سالكه اهي، هقول لك ايه اللي موقف الصفقه بالظبط. طبعا انت عارف ان بيريز دايما بيتحكم وبيفرض شروطه، فبيريز حاطط مبلغ وقال لك انا مش هعديه، والمبلغ ده تقريبا ما بين 50 الى 70 مليون يورو، وبايرن ميونخ لسه بيتفاوض علشان عاوز يزود المبلغ. فهل تفتكر لو انتقل الفونسو ديفيز الى ريال مدريد هينجح ولا لا؟ لو ما تعرفش حاجه عن قيمه وسحر مودريتش يبقى لازم تسمع تصريح مورينيو التاريخي عن الكرواتي. بعد ما هتسمع اللي قاله لسبيشال 1 عن مودريتش هتتفاجئ وهتحبه اكتر مرتين ثلاثه. طبعا زي ما انت عارف ابو الكباتن ان مورينيو صعب جدا يمدح في اي حد، لان الراجل ده صريح بزياده وعلى طول بيقصف جبهات الناس. قال مورينيو خلال تصريحات نقلتها صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه: لوكا مودريتش هو جمال كره القدم، افتخر بانني كنت السبب في انضمامه الى ريال مدريد، وفقت في قدراته عندما لم يكن هناك اي شخص يؤمن بانه من الممكن ان يرتدي قميص ريال مدريد، لكنه تالق معي وكمان بعد رحيلي وبعد سنين طويله ما زال لاعبا مهما في الفريق، ولهذا السبب هو مصدر فخر لي. طبعا كان مورينيو هو السبب الرئيسي في انضمام مودريتش الى ريال مدريد لما شاور عليه كده وهو في توتنهام واقنع بريز بانضمامه الى ريال مدريد وباهميه وصوله لدعم خط الوسط في النادي. وانضم مودريتش اللي كان عنده وقتها 27 سنه الى الملكي ريال مدريد قادما من توتنهام في صفقه كلفت النادي الاسباني 40 مليون يورو. فلو هتوصف الاسطوره لوكا مودريتش بكلمه واحده هتقول له ايه؟